لو عندك بيانات زي كده واحتجت إن أنت تجمع الأرقام دي، طبعًا مش هينفع تستخدم معادلة sum. لو جيت كده كتبت يساوي sum هيجيب لك العملية صفر زي ما إحنا شايفين قدامنا. طب تعمل إيه؟ تعالَ كده عند المعادلة دي زي ما إحنا شايفين قدامنا، معادلة كبيرة جدًا ولازم تستخدمها، يكون إصدار الإكسل اللي عندك 2021. طبعًا مشاكلها كتير. طب إيه الحل؟ الحل إن إحنا نقدر نعمل الموضوع ده عن طريق الVBA. بضغطة واحدة تقدر تجمع أي أرقام بالشكل ده عندك في الشيت. أول حاجة هتعملها هتضغط على Alt F11 بالشكل ده يفتح معاك الVBA. تعالَ عند Insert أو إدراج، اختار منها Model وابدأ ضيف الكود وهاسيبه لك في أول تعليق. بعد كده تعالَ احفظ الملف ده بصيغة الماكرو علشان تقدر تستخدمها بسهولة بعد كده. تعالَ عند File، اختار Save As، ومن Save As Browse أو تصفح، واختار المكان اللي أنت عايز تحفظ فيه الملف، بس هتفعّل هنا الEnable Workbook بالشكل ده، وقُل له Save. تعالَ بقى نستخدم المعادلة. الكود ده بيعمل إيه؟ الكود ده بيعمل معادلة تقدر من خلال المعادلة دي تجمع الأرقام اللي بالشكل ده اللي موجودة عندك في الشيت. تعالَ اكتب بيساوي وقُل له sum text number. زي ما إحنا شايفين قدامنا دي المعادلة اللي الكود عملها sum text numbers. تعالَ بقى حدد البيانات بتاعتك بالشكل ده واضغط على enter، هيبدأ يجمع لك البيانات دي في ثانية. اسحب بقى لتحت علشان تطبّق على باقي البيانات.